السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله، في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم وصفة من الوصفات التقليدية ديالنا ومن الحلويات التقليدية ديالنا، اللي كنستعملوها من زمان ونستعملوها في الافراح ديالنا وفي المناسبات ديالنا، اللي هو كعب غزال. كيف ما كتلاحظوا ان الكعب الغزال ديالنا يعني من الحلويات المشهوره عندنا في المغرب، وما كايناش شي اسره مغربيه ما كديرش هذه الحلوه هذه. فاليوم جيت نقدم معكم الوصفه ديالو، وان شاء الله يا ربي يتنال الاعجاب ديالكم. فنخليكم ان شاء الله مع المكونات اللي كنحتاجوها، وتبعوا من الاول حتى الاخير تفاصيل الفيديو. هنا كنحطوا اللوز ديالنا، كنكبوا عليه الماء طايب مزيان حتى يبرد، عاد نفسخوه ان شاء الله. هنا كيف ما كتلاحظوا خليت اللوز يبرد، من بعد غادي نبقى نفسخ على هذا الشكل هذا. غادي نبقاو نفسخوه حتى ننتهيو من كل اللي عندنا من اللوز اللي عندنا، ومن بعد غادي نغسلوه ونحطوه في واحد المنديل باش ينشف. وفي هاد الاثناء كيف ما كتلاحظوا انا طحنت الطحنه الاولى بدون سكر، وهذه الطحنه الثانيه اللي غادي نطحنوا بالسكر. غادي نبداو نطحنوا حتى يولي يعني ناعم، تولي بودره ناعمه مزيان. الا كان عندكم شي هاشوار تقدروا تستعملوها، انا هنا فقط استعملت غير مولينكس، هي اللي نعمته ليا بزاف. بالنسبه للمسكه الحره انا كنحاول ما نطحنهاش في الماكينه، فقط كندقها مع السكر وكنضيفها باش تبقى في داك الطعم ديالها، باش ما تحرقش مع المولينكس. هنا بعد ما طحنا اللوز كامل غادي نبداو نضيفو عليه المسكه الحره كيف ما قلت لكم، دقيتها فقط في البراس. وغادي نضيف واحد 4 كاس ديال حتى نص كاس ديال ما زهر، وهنايا معلقه كبيره ديال الجليكوز باش تعطينا ديك التعليكه، والزبده نكونوا ذوبناها مسبقا حتى تحيد منها الماء، مقدار 4 المعالق ديال الزبده على حسب الليدام ديال اللوز. غنبقاو نضيفوه حتى نتحصلوا على واحد العجينه اللي تكون متماسكه، ويكون اللوز يعني شارب ليدام ديالو كيف ما كتلاحظوا موضح في الفيديو. العجين كنحتاجو نص كيلو من الطحين الابيض، وكنحتاجو مقدار 1 المعلقه حتى ل2 معالق كبار ديال الزبده، وكنحتاجو معلقه ديال العسل كبيره، وواحد نص كاس ديال الماء زهر، وساشي ديال الفاني ديال الزهر.
كنبقاو نرملو العجين بالزبده حتى تترمل مزيان وتدخل عليها هذيك الزبده، ونضيفو العسل ونضيفو الفاني وباقي المكونات. نبقاو نلمو العجينه بداك نص كاس ديال الماء زهر، الا احتاجينا كنزيدو واحد الكاس د الماء حتى تتجمع العجينه. واحد الملاحظه، ضروري تكون العجينه قاصحه ما تكونش مرخوفه باش ينجح معنا الكعب. هنايا كورت اللوز كيف ما كتلاحظوا، درتو على هذا الشكل هذا وخليته يرتاح. وفي هذا الاثناء كنجيب الورقه كنسرحها يا بالدلاك يا بالماكينه الوراقه. انا استعملت رقم 8 وانتم تقدروا تستعملوا اي رقم. تقدروا تستعملوا رقم 9 الا بغيتوا ترققوا اكثر. انا رقم 8 جاني رقيق ومزيان وكان كيبان لي سطح العمل، فتقدروا تستعملوا غير رقم 8. حاولوا انكم تستعملوا حتى الدلاك راه يصلح، يعني ماشي بالضروره انكم تستعملوا الوراق. هنايا كنستعمل بواحد شويه ديال الزبده اللي ذوبتها وحيدت منها الماء ديالها وخليتها حتى تولي بحال شكل نوازات، وزدت عليها واحد المعلقه ديال الزيت باش كيعطي واحد الطراوه للكعب ديالنا. كيف ما كتلاحظوا كنشكلوا الكعبه على هذا الشكل هذا، فراه حاولوا ما ترققوهاش بزاف باش ما تلهبهاش العافيه من الفوق. حاولوا تكعبوها مزيان. الشكل راه عادي على شكل هلال، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. كنبقاو نشكلوا الكعبه ديالنا حتى نحصلوا على شكل هلال، ومن بعد نقطعوها بالجراره او القطاعه. المهم حاولوا تخليوا واحد المسافه شويه باش الكعبه ما تفرقعش ويخرج لنا الحشو. فكنبقاو نشكلوا الكعيبات ديالنا حتى نكملوا جميع الكميات اللي عندنا. فهنا كيف ما كتلاحظوا الكعبه راها كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه صراحه. ويعني الشكل راه يعني بسرعه تحضروه، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. من بعد ما كنكملوا جميع الكميه اللي عندنا ديال اللوز، فكنخليوه يبات ليله كامله حتى ينشف تماما، ومن بعد حتى الصباح ان شاء الله. وغادي نوريكم طريقه ديال الطهي ديالو باذن الله. وهنا من بعد ما بات ليله كامله كيف ما كتلاحظوا، فغادي نجيب واحد الشوكه اللي عقمتها من قبل، يعني واحد النفيسه، وغادي نبقى نثقب هذاك الكعبات مزيان باش ما يتنفخش ليا في الفران. نحاولوا نثقبوه من التحت ومن الجناب باش ما يتنفخش. غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى ننتهي من جميع الكعيبات اللي عندي، وغادي ندخلو الفران اللي غادي نسخنو غير شويه من التحت وعلى حراره 150 درجه. ما نخليوش حتى يتحمر بزاف بزاف ويكون يعني شويه بيض. هنايا خلطت بياض البيض مع السكر كلاصي، شويه ديال الماء زهر باش يحيد لينا الزفوره ديال 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 البيض. وغادي ندهنو مزيان غير الفوق ديالو، غندهنوه مزيان وندخلوه للفران كي 15 دقيقه، يعني ما كيفوتهاش، ونخرجوه. واخا يبان لكم بيض راه هو طايب، الورقه تكون شدات راسها وطابت، يعني ماشي بالضروره حتى تشوفوه احمر بزاف. انا شي وحدين راه داز لهم الطياب، ولكن من الافضل يكون بيض في الشكل ديالو. وكيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكعب، كيجي صراحه رائع والمذاق ديالو ولا اروع. فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه من الوصفات ديالنا المغربيه التقليديه اللي كنفتخروا بها صراحه الله، اللي هو شي حاجه اللي كان توارثوها على الاجداد ديالنا، الكعب غزال.
فكنتمنى تعجبكم وصفة اليوم، وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء، مع